بربع كيلو لحمة مفرومة بس هتعملوا أحلى قوارب بتنجان اقتصادية وطعمها رهيب بجد. الوصفة دي هي وحش التوفير. لايك وشير للفيديو وتعالوا أقول لكم طريقتها ايه. هنجيب 3 بتنجانات يكونوا طوال وعراض كده، هنقشرهم نص تقشيرة ونقليهم في الزيت من كل النواحي. هنجيب بقى ربع كوباية زيت هنحمر فيها بصلة كبيرة مفرومة ونقلبها لحد ما تدبل وتبدأ تصفر كده. هنحط عليها ربع كيلو مفروم ونقلب لحد ما المفروم يستوي معانا ولونه يتغير. هنضيف كمان فلفل ألوان وطماطم مقطعة مكعبات ونقلبهم لحد ما يتبلوا. هنضيف بعد كده نص كوباية صلصة طماطم. صلصة الطماطم دي أنا بخزنها بره التلاجة، بتقعد معايا سنة كاملة وبتبقى زي الفل كأنها لسه طازة ولسه معمولة. هنضيف بقى التوابل، ملح وفلفل اسود وبابريكا، ولو حابين تزودوا كمان شوية شطة، ونقلبهم دقيقة بالظبط مع اللحمة وكده الحشوة خلاص بقت جاهزة. بعد كده هنعمل الصلصة. هنشوح معلقة كبيرة توم في شوية زيت صغيرين لحد ما تدبل وريحتها تطلع. هنحط عليها كوباية صلصة طماطم متسبكة ونقلبها معاها ونضيف التوابل ملح وفلفل اسود بس، ونديها غلوة لمدة دقيقة ونقفل عليها وكده الصلصة كمان جاهزة. في طاجن الفرن هنرص شرايح البطاطس ونحط عليها طبقة من اللحمة المفرومة، وبعد كده هنحط فوقيها البتنجان ونفتحه من النص ونحشيه باللحمة المفرومة، ونحاول ان احنا نوسعه على قد ما نقدر كده بايدينا عشان ياخد كمية لحمة مفرومة كويسة. بعد ما نحشيه باللحمة المفرومة هنصب عليه صلصة الطماطم من فوق ونغطيه بفويل وندخله الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 45 دقيقة تقريبا لحد ما البطاطس اللي تحت تستوي. ممكن ناخد واحدة من الجنب من البطاطس ونشوفها استوت ولا لسه، وبعد ما تستوي هنشيل الفويل ونسيبه 10 دقايق تحت الشواية عشان ياخد وش. انا كمان حبيت قبل ما ادخله الفرن ازينه بشرايح الطماطم والفلفل. هنا الطاجن بعد ما طلع الريحة والشكل وهمي، مش محتاج جنبه الا رغيف عيش وبولة رز بشعرية وكده تبقى وجبة كاملة متكاملة. انصحكم جدا تجربوها، وما تنسوش لايك وشير للفيديو اذا عجبتكم الوصفة.